بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم يا أجمل ورد متابعين في الدنيا. الفيديو النهاردة بإذن الله هيكون مفيد جدا بأمر الله. هعرفكم بالانهيار الكبير اللي حصل للبصل، وفعلا البصل هيوصل ل4 جنيه. وكمان هعرفكم في ايه أسعار بعض الخضروات كده، عشان بس نكون عندنا علم ان الأسعار نزلت بأمر الله في البصل والخضروات. وكمان ان شاء الله هنكون توقعات ان البصل هيوصل لفين، هيوصل لفعلا 4 جنيه زي ما بيقولوا، ولا هيفضل على السعر اللي هنقوله النهارده ده. وهنعرف بأمر الله الفلاح راضي بالأسعار ديت، ولا هيخزن البصل تحت الجش وهيسيبه لما الأسعار ترفع. وهل برضو المشتري هيرضى، التاجر هيرضى يشتري بالأسعار دي، ولا لسه خايف ان البصل ينزل كمان وكمان عن كده. ان شاء الله بإذن الله الفيديو النهارده بإذن الله كويس خالص، وهنطلع منه معلومات مفيدة. هنسمي الله كده ونبدأ الفيديو عشان ما اطولش عليكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. طبعا البصل السنه دي كان يعني زي ما بيقولوا كده ترند، حصل فيه بلبله كبيره جدا في اسعاره، والناس اتكلمت عليه، والناس يعني بصي كانت نايضه كمان من موضوع البصل ده. فباذن الله في مفاجاه كبيره جدا في اسعار البصل هنقول عليها، هتخلي باذن الله يعني الناس يعني يبقى عندها امل شويه ان البصل يعني مش هيبقى كمان البصل. النهارده يا بنات البصل في سوق العبور، البصل الاحمر ب8 جنيه. هتقولي برضو غالي ب8، ما سوق العبور ب8 يبقى هينزل لنا احنا هنا بكام؟ على 10 لسه. بصي يا بنات سوق العبور بيبقى رافع شويه، لانه طبعا الفلاح بيسلمه للتاجر، هي سلسله كده، والتاجر بيروح يسلمه فين؟ لسوق العبور. فالتاجر لو بيبيعه، الفلاح لو بيبيعه ب6 بيسلمه مثلا بيبيعه 6 للتاجر، فالتاجر طبعا هيديه لسوق العبور ب8. فبتبقى دي سلسلة كده. طبعا المشال والعربيات، البنزين العربية أو الجاز العربية أيا كان، فده كله بينحسب على قلب المستهلك. فاحنا دلوقتي انت لو بتشتري البصل من القرى او مثلا من المدن مش من سوق العبور، هيكون الموضوع احن عليكي واخف عليكي شويه. وبالذات لو عرفت ان حد مثلا فلاح، او ليكي حد زي ما قلت لك قبل كده في البحيره هيشتري لك البصل، هتحس ان الموضوع معاكي لا هيفرق خالص. يعني ممكن تشتريه زي ما الفلاح بيطلعه للتاج. طبعا هيحصل انخفاض كبير جدا لو الفلاح بنفسه هو اللي سلم سوق العبور، لان لو الفلاح بنفسه سلم لسوق العبور مثلا على 5 5 ونص 6، هتلاقي ان سوق العبور فيه بقى البصل ب7، فهيوصل لنا هنا برضو على 8. بس ان شاء الله باذن الله في انخفاض كبير. طبعا انا جالي تعليقات من واحدة من الشرقية، من حبيبتي اللي بتتابعني، بتقول لي لا احنا لسه عندنا البصل ب12 وب15 ما نزلش. جالي واحدة برضو تعليق تانية بتقول احنا عندنا البصل ب15 جنيه. بصي يا حبيبتي احب اقول لك ان لسه السعر ما سمحش عندك، او سمع والناس يعني بتستغل الموقف شويه. فما تشتريش دلوقتي خالص بصل، ولا تخزني بصل على السعر ال 12 او 15، لان البصل بامر الله كبيره هيوصل معاكي ل6 جنيه. فانا بقول لك بلاش تشتري واصبري، وان شاء الله باذن الله هتلاقي البصل كتير في السوق، وهتشتري على سعر حنين وكويس بدل ما تخزني دلوقتي على 12 و15. والفرحة المنتظرة بقى في الفيديو ده يا بنات، ان طن البصل 6000 جنيه، وفي ناس بتبيعه على 550. يعني في فلاح متمسك ب6000، وفي ناس بتتهاون وبتبيعه ب5500. فده طبعا انهيار كبير. احنا عارفين كويس جو ان طن البصل كان وصل 10000 جنيه و11000 جنيه. فده طبعا يعني اللهم لك الحمد والشكر يا رب، لا انخفاض كبير جدا في سعر البصل. طبعا في فيديوهات بتقول ان البصل هيوصل ل4 جنيه، بس انا الصراحه يا بنات يعني حاسه ان موضوع 4 ده هيبقى صعب. يعني ممكن توصل ل4 جنيه البصله الصغيره بتاعه الشوربه، البصله اللي هي مثلا البصله الصغيره خالص للاكل، اللي هي البصله يعني اللي هي الصغيره خالص مش الوسط، ممكن دي اللي تكون ب4 جنيه او ب5 جنيه. بس طبعا البصله الحلوه المزلطه ديت لا، ما اعتقدش ان هي ممكن تنزل على ال6. فلو لقيت البصل في اي مكان ب6 خلاص خزني على 6 جنيه، لان هو كده ده السعر العادي. وبكده على 6 جنيه يا بنات هيكون طبعا سعر عادل. طبعا هيجي لي واحدة برضو هتقول لي 6 جنيه برضو البصل غالي، السنة اللي فاتت كان بجنيه وربع وبجنيه ونص. بصي يا حبيبة قلبي، السنة اللي فاتت الفلاح بما يرضي الله خسر خسارة كبيرة. يعني خسر سماد، وخسر مثلا الأيدي العاملة، خسر كتير. وعلشان يطلع البصل على جنيه وربع وجنيه ونص أو 2 جنيه، كان بالنسبة له ده ضربة ضربة يعني. فالسنة دي لو ب6 هيكون كده بما يرضي الله، هو خلاص حقق خسارته بتاعت السنة اللي فاتت. وبرضه اهو احنا يعني معلش زي ما بيقولوا نص العمى ولا العمى كله، هو حرام الكلمة دي بس يعني
او زي ما بيقولوا كده يعني يعتبر بين البنين، بدل ما كنا بنشتره ب15 او ب20 اهو يعني الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر، بدأ ان هو ايه يحن شوية وينزل في سعره، وبكده برضو يكون الفلاح في نفس الوقت مرضي والمستهلك مرضي الى حد ما. وبلاش بلاش يا بنات ان احنا نشتري بفطرة، يعني مثلا واحد يشتري مثلا 200 كيلو و300 كيلو ومش عيلة، بلاش نشتري بالارقام دي، خلينا نشتري على قد احتياجاتنا. يعني اللي كان بتخزن كل سنة 100، لا خزني 50 والبصل معاكي طول السنة ان شاء الله مش هيرفع. فلما يكون في وفرة كبيرة في السوق من البصل يا بنات، البصل ما بيعيش فترة كبيرة. انتوا عارفين طبعا البصلة الحمراء ديت بتزرع بسرعة، فان احنا يعني نشتري على قد احتياجاتنا ويفضل الفايض عند التاجر والبصله منه تزرع، والله ما هيبيعها ب6، هيبيعها ب3 جنيه وب4 جنيه كمان وب2 جنيه، لان خلاص البصله معاه زرعت. فاحنا اللي بنعمل كده في نفسنا، كميات اللي بنخزنها من البصل كل سنه وبنفضي السوق من البصل بتخلي التاجر يرفع علينا السعر، لانه طبعا كله بيشتري. وطبعا ده يجيب في صالح الفلاح. وأزمة البصل دي يا بنات موجودة في كل دول العالم. يعني أنا عايزة أقول لكم إن الغلاء ده والله ما هو في مصر بس، يعني في ناس في السعودية بتشتكي نفسها إن إحنا بقى عندنا غلاء أسعار، والكويت كل الدول العربية وكل الدول الأجنبية فيها غلاء. فالغلاء ده مش عندنا إحنا بس، لأ ده ماسس الدنيا بحالها، ربنا يا رب يرفع عننا الغلاء والوباء. طبعا انت هتقولوا لي دلوقتي انت قلت في الفيديو اللي فات ان البصل هيغلى والحاجوا خزنوا البصل وكلام من ده. طبعا انا قلت لكم في الفيديوهات اللي قبل كده كلها ان البصل هيغلى، بس كنت في كل فيديو بتكلم معاكم يا بنات امسكوا العصايه من النص، عشان طبعا انتوا مش عارفين الدنيا ماشيه ازاي. طبعا كله شاف السمك واللي حصل في السمك، وقالوا السمك هينزل في الصيف، عشان في الصيف ما بيكونش له عمر، والسمك لسه ما زال احنا في الصيف اهو ما زال غالي. فطبعا كنت بقول لكم امسكوا العصايه من النص، عشان كده عشان في نفس الوقت ما حدش يدعي عليا ويقول انا سبب ان هو ما كانش مخزنش، او انا سبب ان هو خزن على الغالي. وهقول لكم برضو ان اكد وزير الزراعة ان المعروض من البصل قليل، وان هو بيصدر، ولكن فيه هيكون فيه فائض من البصل ان شاء الله للمستهلك، عشان ما حدش يقلق. وان شاء الله الانتاج ده هيكون في شهر 7، عشان ما حدش يقلق كده ويقول ايه ان إيه مش هيبقى فيه بصل. لا هو اكد ان البصل بيصدر والمعروض منه السنة دي قليل عن السنة اللي فاتت بنسبة كبيرة. ممكن يكون بنسبة يعني السنة دي البصل 60% معروض عن السنة اللي فاتت، يعني في 40% كده ما زرعوش من السنين اللي فاتت. بس ان شاء الله باذن الله هيكون في فايض من البصل، وزي ما قلت لكم هو مش هينفع يتخزن عند الفلاح كتير، يعني لازم هيتخلص منه بالظبط، عامل زي القمح مش هينفع ان هو يسيبه في بيته كتير، كبيره شهر او شهرين. وان شاء الله يا بنات باذن الله اسعار البصل هتنزل بامر الله، يعني ونتعشم يا رب من ربنا خير، وباذن الله يكون الكلام ده صح. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو الفيديو عجبكم، عشان القناه ان شاء الله تكبر بيكم وليكم. وشكرا احلى متابعين في الدنيا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.